أنت متحمل مسؤولية لابد أنه ندعو لك بالتوفيق فيها، وهذاك هو أنت متحمل مسؤولية في الثقافة، يعني باش تنشر وباش تدعم مهرجان مهم في مدينة مهمة. إن شاء الله يكون يعني موفق. قبل ما نغلق قوس المهرجان والحديث على المهرجان اللي هو للشعر الشعبي والأغنية البدوية، ناخذ شوية وقت نستمتعوا بأغنية بدوية من نص شعري قديم وفنان أيضا بدوي، ثم نعود. إذا سي محمد، خرجنا تو من المهرجان واختمناه بأغنية بدوية. توا مش نرجع لمحمد الغزال الكثيري الشاعر صاحب الإصدارات وصاحب الأغاني وصاحب القصائد اللي وصل صيتها إلى كامل أنحاء الوطن العربي، وهو أيضا الرائد في ما يسمى الحداثة في الشعر الشعبي، يعني محاولة تجديد الوزن وتجديد الصورة وتجديد الرؤية الشعرية دون المساس من الأصل اللي هو أنه القصيد يبقى قصيد شعري وليس شيء آخر. إذا معناها بطريقة غير مباشرة معناها أحسن أنا نقرأ قصيد في الحداثة. هو ماذا بينا هم تقريبا قصائدك كلهم حداثة، لكن نقرأ في الحداثة وفي الكلاسيك. في الحديث ربما قصيد يمكن ما تسجلش قبل ما زال في ديوان جديد اللي هو تحت اختار عنوان كان جزء مني، اللي هو هذا الديوان كان جزء مني هو فيه ثلاثة أبواب أو ثلاثة فروع أو ثلاثة معنى الكلاسيكي والحداثي والغنائي. وهذا الإصدار الرابع ولا الثالث؟ الخامس اللي هو ربما جاهز للطبع إن شاء الله. ربي معناها باش نقرأ منها قصيدة بان فارسة جت قدامي في الصفحة كذا، ما كنتش حق على روحي الواحد، أما قصيدة حدثوية بعنوان بان فارسة. وتبان في طعن الكبار ممارسة، تبان الطبيعة على أديم خدودها، ووردة العسل جارسة، وتبان في جلب الفوارس سيسة ومتريسة، ومن كل خل مأيسة بس على الخليل تحيي بصباح جميل، وتهديه من سوق الألم كليل، على ظلم فارسها سريعة حارسة بان فارسة. وتبان في طعن الكبار ممارسة، بان فارسة في جدها، بان فارسة تحمل ملامح جدها، ضد القساوة من مكارب صدها. تبان فارسة في لينها، في القد، في عرنينها، في الشعر، في دواوينها. تبان فارسة وتبان بين عطف بين حنان وعطفها ظمآن، في جليبة الغزلان تمنع من الفرسان من نيشان، فزغ الهلال وبات فوق جبينها، عين المها فيها شبه من عينها، وبتقلب شاعرها على سمرها، بين خاطرة وخاطرها عدى طريق سفرها له سافرت قطعة سحر العمر، وسرت في الشريان تاج القلب، وسرت في شريان تاج القلب في مثل نشوة خمر، وحذاه باتت صايمة كل هايمة، وعجز ما فطرها بتفكر شاعرها، لا بتقلب فارسها على ملامسها زي القدم على الجمر، وسالت حروفها من القلم قطرها، ورمت جنابها ماضي سكاكينها، ودارت رحالة وجاع بينه وبينها، وتقرب ساعات من لحظات، يبات في ثنايا، في حشايا، في مرايا، في زوايا كلها وكنينها، وتغازى مرات ومرات تذبح خاطر بماضي سفر العين وعناوينها. تبان فارسة وتبان في طعن الكبار مارسة، من الليل فوق اكتافها بخلوق، حضنها كما المعشوق، فيه اللي شين يسوق، مقيم ديما عندها مطلوب، يمارس طقوسها حر، يلامس أماكن عرضها، يداعب زوايا طولها، وناشر خيوطها وين ترمي زندها، في مثل موجة غمر كل أطرافها، دلهس نسج عسعس تقول الحافها، يبتلافها وحافظ أسرار ملافها، وتنام هي فارسة زي بنت الأزور، فارستي جندها تنوض لهفة زي من القطايا الضامية،
حرقها العطش، هارب عليها جندها بن فارسة. لو كانت تدري بحالي حال مثلها فارس، بلا خيالي يبحث يصورها ضمير خيالي في مثل مهرة جدها. يقولوا عليها ضامرة، يقولوا عليها آمرة متميزة في سندها في هندها، وقالوا عليها الناس كان جدها أزرق، كان كالجبل الأزرق، كان سعد فارس، كان جدها شاعر، كان كالبحر لكن بحرها أغرق، وكانت مثيل الشمس لما تغرب تقشع بقايا ليل حزن الساكن، وتضوي ظلام الداكن زي ما السواكن لا تلاقوا عندها تحذف بلا رحمة اللي سابق خوه، فبتسيج من شمس الجوايل تحرق. هي حروف وصوا ونصوا، كل من عشق الفارسة وصوه، ما تغفلوا وصوه، ما تبخلوا وصوه، ما دام هي آمرة تأمر حروف الجر على بساط شوكة غرام هيجروه. وحتى إذا كانت ليالي باردة خارج منازل اسم هيرموه، وتبقى هي حرفين سين يشقهم أليف، وباء الحروف بين الحروف أليف، وترسم ملامح اسمها في الريف. يا هل هي في خيالك ضيفتك، ولا خيالك راح لها ضيف، أو هي في واقع أفكارك حاضرة، ولا جلبها الطيف عند الصيف. وساعات نقراها قصيدة شعر وتبان مثل الباحلة، وتبان مثل الباحثة متمكنة وبني القصيدة دارسة. وساعات نلقاها مشيت بعيد رغم القريبة مني أرحلت علي بعيد، رمت الهوى ورمت كل مدارسة، تبان فارسة وتبان في طعن الأخبار ممارسة، وتبان في صدق الغرام الممارسة، تبان فارسة، تبان فارسة. رحلة في التاريخ، في أعماق الحضارة، في أعماق في خيال يؤول كل شخص كيفاش يأولوا ربما الجازية للمرأة العربية، للحضارة العربية. هذا هو ما يسمى ربما الحداثة في الشعر، ولكن الشعر هو الحداثة. يعني الشاعر لا يتكلم لغة العامة، هو يكلمهم بما يراه هو من كشاعر طبعا. وهذه تجرني قبل ما ربما الوقت هو قاعد يحاصر فينا. فما قصيدة ونحن كنا نتحدث على المزونة والشيء بالشيء يذكر. فما قصيدة كنت كتبتها في سي محمد الغزال يعني من مدة من سنين، تتحدث على المرأة في الريف، المرأة في كل مكان، المرأة المجاهدة، المرأة المكافحة، المرأة المربية. ونحن تو في بداية سنة دراسية في إن شاء الله تكون مربحة وناجحة، وإن شاء الله التلامذة يجيبوا لأمهم الفرحة والبسمة. في الريف أمي حكمها طواعته ولو منها جزء يعني في دقيقتين. في الريف يقول في الريف أمي رايحة طواعته، وأول حليب رضعته سقتني غرام الوطن ما ضيعته. في الريف أمي عاشت ورثت مبادئ لا بلت لا تلاشت، ولا أفكارها بفكرة غريبة طاشت، ولا حلمها من خاطري ضيعت. حلمت أماني جسمت وتماشت، عاش الوطن أول كلام سمعته. في الريف أمي ظنت وصبرت على حمل الشقا وتهنت، ارتاح صدرها بعد الغصيص غنت قصيد فرح بحروف الوفرة ساعته. حكت لي على ماضي بعيد وأنت كتاب حزن حير جفن هدم معته. حكت لي هموم وقصة، حكت لي هموم وقصة في كتاب يحمل ألف قصة وقصة. حكيت لي هموم وغصة في كتاب يحمل ألف قصة وقصة. وسافرت في الماضي خيالي رس رواية عظيمة فصل هكا بعت، لا هي أديبة في الأدب مختصة ولا ناي حس كلامها سمعتها. حكيت لي على ماضيها في برور كان البر ينبت فيها، أمك تعاني والعركة فيها، وحمل المآسي عشت في بردعته، ودار المقام صعيب نفطة فيها، وعرض الشرف لابد لقت طاعته. عرض الشرف وطايا نجلة خطبني بوك من بابايا، إصابة فريقة نرحلوها الطاية، بالعشر عند القاوري ومزرعته، ليش يربوشي نجمعوا سعايا، وحتى الشبل من حلف تقلعته. في بلادنا نطلطوا من المر نرحل، على المرار نحطوا أيام عكس شينا،
خايبة يشطوا حدا كاسهم كل حمد لجر رعتا دموع ظلم على الورقة خدودي خطوا ديوان في دار الحياة وزعتا. يا كبتي نحكي لك على ما جري في جيلنا نروي لك، اكتبها قصيدة في بها جيلك قالوا القوافي عارش هتربعتا، كنا تعابة في وطن متبالك كبير جيلنا جايع مع جايعتا. أمك حفت وغبت غصايص كبيرة الشيب منها نبت، صار شعبنا نسبة الثورة هبت وحلم الأمل في خاطري وسعته، كبر حلمنا وتباعد والوقت بظروف السعادة ساعد، طلع جيل ثاير بالقلم والساعد كره المظالم فد من صعصعته وعمت الغيرة في الشباب الواعد، طلعوا الجبل وسلاحهم شيعته، طلعوا الجبل ودونه ثوار عشقوا الوطن في مضمونه، وأول رصاصة حامية وسخونة صارت على الغاشم على دافعته في جبال بوهدمة، من المزونة محمد النيفر خطها بوزعته، ضم الجبل رفاقة يوسف معاه رفاقة ثوار سماهم عدو فلاقة، ولم الزنازة من نشر وراقة قري سرح نور الوطن في جامعة الساعة تلاقى، والقلم تلاقى في يوم فيه اللبس السوادة خلعته، أيا كبد شعبك فارس زرع ثمرة صابطة في مارس، شيد معالم جامعة ومدارس على الشان والشان بيك رفعته، وحرر بلادك من العذاب القارس، عمل عيد لها طورت منفعته، بناني الوطن وبنيتك بناني الوطن وبنيتك، بناني المدارس عندها قريتك، انت ولدت انت نزيد في استقلالها ربيتك، يخونك زمانك كان وطنك بعته، فرح خاطري يا كبتك يا ريتك وجه الوطن بمحاسنك لمعته، حذاني الوطن وبناني واصبحت شجرة برفرفاتها غصاني، وهالوطن بالحافل الهني غطاني جديد بان لا تشرك ولا رجعت مع ابوك في دار الحياة وسواني، وساس القدر لا طاح لا دعدعته، نسيم الهوى دعبني وحسيت امي حنان هذا وابني، وحسيت حب الوطن هاجا غلبني، وكل ما مضيت الذاكرة رجعت بالصدق نلقاها القصيدة كتبني بإحساس من بحر الغرام طبعتها، بإحساس من جابتني على حب تونس وطننا ربتني، كتبت المعاني بيوتها نظمتني في وطن من بيه الهوى استمتعت، صور صدق عند الوالدة فادتني، وكل ما حكيت لغيرها سمعتها، ياسر حكت وقالت وبالفرح دمعتها رقيقة سالت، اختك قرت عز الشهيد نالت، بنتك قرت عز الشهيد نالت، كان حلم بخط الرجاء طمعته، وني عشت طال العمر ودي طالت حقوق ياسرة، بيها الشباب رجعته، وفي الريف امي رايها طوعته، واول حليب رضعته سقتني غرام الوطن ما ضيعته. يعطيك الصحة الأستاذ شاعرنا الكبير محمد الغزال الكثيري، والقصيدة هذه من خلالك نهديها لكل بنت قاعدة في مدارج المعهد أو المدرسة أو الجامعة، وكل أم مناضلة فاضلة، وأيضا للأبناء اللي لابد أن يلتفتوا إلى والديهم ويقدروا أتعابهم. وهذه قصة الأم لكافحة الاستعمار، رغم اللي ما كانش ممكن تقرأ، ما كانش ممكن تداوي، وربت أولادها ومرت من 3 مراحل، من مرحلة الاستعمار، مرحلة الاستقلال، ثم بناء الدولة، وهي تشهد أبناها في الوطن الكل كيفاش قاعدين يتطوروا بفضل ذلك المجهود. قصيدة طبعا مؤثرة جدا، وأكيد أنها يعني تنبذ إلى أعماق المستمعين. يعطيك الصحة سي محمد مرة أخرى. الحمد لله. هي معناها هي القصيدة كما قلت كتبتني، هي كانت شرف أن أختي الصغرى معناها كانت أول واحدة تأخذ الأستاذية في جهتنا. نعم. فهمتني، وبالتالي يعني فعلا هي القصة واقعية، معناها أنها تقول أختك قرت عز الشهيد نالت، معناها ما كانت تصور أنهم تجيب معناها أن البنت تصبح أستاذة وهي أستاذة العربية، والحمد لله وشرفتها بتقديم ديواني الثاني اللي هو معناها بلاوطن مساوي هذاك حاجة. نعم. والحمد لله فعلا معناها أن كانت معاناة، كانت أمي تحكي لي تمشي وين الكاف وين العاتر في شيرة الجزائر، مشيت لها كذا من وصلت العاتر كذا، ما كانت أمي وجدت تحكي لي تقول لي مشينا على رجلنا يمشوا يهبطوا معناها حتى يوصلوا للعاتر. العاتر اللي هي الآن في الجزائر اللي تو ساعات بالسيارة ويتعب الواحد.
كانوا اباتنا واماتنا وجداتنا يمشوا على رجليهم فعلا معناها باش يجيبوا ويبه او 200 قمه باش يعدوا بها معناها يعني معناها السنين العجافه في العام. نعم هذا معاناه حقيقيه معناها. هذا التاريخ اللي لابد للشباب، شباب الاستقلال وللجيل اليوم لابد انه هو الشباب خاتي، لكن لابد من تتوفر معناها مؤرخين وكتاب ومسرحيات ومسلسلات اللي توري الناس هذوما اجدادهم كيفاش كانوا يعيشوا، كيفاش كانوا من اقصى الجنوب يمروا في فصل الحصاد الى الشمال، وايضا من الشمال ينتقلوا للجنوب. يعني وهنا كانت حتى نرجع لموضوعنا الاصل الغناء كانت معناها انه برشا اغاني مثلا الكاس ينسبوها لهم وهنا ينسبوها لنا، ولكن هي في الحقيقه للكل، لان مشوا من هنا وهزوا بعض الاهازيج الى الشمال ويقعدوا غادي 3 و4 شهور معناها صيف طبعا يتاثروا، وخاصه الشمال عنده اصوات جميله وفي الملالي كذا يتاثروا ويجيبوا مثلا اغاني مثلا كما نتاع تسمع على من يجينا مري الدلاله ويقولوا محمر الحل بالسلامه. احنا هنا يقولوا حمى، شوف كيفاش معناها يسموه حمى معناها على برنوس بيدي على كتف ريدي وقال عاتا بيدي بدق الخلال. هنا مثلا يقول برنوس بيدي على كتف كيدي، هنا معناها الشيرت المزونه هذا كانوا قبل يسموهم الفيوت. يعني هي بيدها يعني نفس النص يلقى باللهجات مختلفه. ورقم هذا معناها رب ضاره النفع واكل رحله. قال نرجع الطيب صالح يقول موسم الهجره الى الشمال. يعني الهجره ما بين الجنوب والشمال هو اللي خلى اغانينا شبه معناها لوحه واحده في تونس انا مع الفارق القليل، وتلقى التراث في الشمال تغنى في الجنوب والتراث في الجنوب تغنى في الشمال، كما تو المهرجانات في الاستقلال ان واللي شبه لهجه موحده في الشمال والجنوب والوسط والساحل. وهنا ان الثقافه هي دائما الثقافه الكل معناها ربيع المواطن والوطن الثقافه. بنور شمس هانت تعافى وفي غيابها يلملم الصبح طرح. هو سي محمد متعرف اللي توا نحن نكتبوا قصايد الشعر ونقروها للجمهور، والأمسيات الشعرية يعرفوا اللي فما محمد الغزال الكثيري، الأزهر بالوافي، مولدي ضب، بالقاسم عبد اللطيف، بشير عبد العظيم إلى غير ذلك. ولكن الأغنية اللي تغنيها عليا مرحومة، تغنيها أم كلثوم، يغنيها عبد الحليم، يغنيها أي فنان، هي في الأصل هي نفسها قصيدة شاعر كتبها شاعر هو أبوها وأمها لولاني، ثم جاء الملحن كساها بالموسيقى. إذا أنا ديما البرنامج متاعنا اسمه ألوان وأوزان، اختلطت فيه يعني هو نفس النص الشعري، نعطوا مجال للشاعر يلقي، ثم نقولوا للناس اللي راي الأغنية اللي انت تحطها في السيارة وتسمعها في التلفزة وفي العروسات راي في الأصل هي نفس هذيك، هي القصة، هي قصيدة شعر. أنا في ختمة اللقاء هذا ونحن تحدثنا على الفارسة وتحدثنا على الفارسة الأم أيضا اللي في الريف، أمي رايها طوعتها. حي مهرجان المزونة للأغنية البدوية والشعر الشعبي، نحيي محمد الغزال الكثير، ندعو له بالتوفيق في المهرجان، وإن شاء الله يزيدنا إبداع في الشعر والسعادة اللي هو شخصيا ولعائلته، وإن شاء الله بالصحة والتوفيق. مستمعينا الأكارم، نودعكم على أمل اللقاء بكم وأنتم في أسعد الأوقات وأجمل رغد الحياة